كابتن اسماعيل، الف مبروك على الفوز في الدوري العام وحصولك بالفرقه على 5 بطولات المحليه والعربيه، دورة الحريري ودورة حلب ودوري السوبر والدوري المرتبط وحاليا الدوري العام، وقبليه كان بطولة كاس مصر. تقول ايه كلمتك على البطولة والفرحة والجمهور اللي بيسمعنا حاليا بصدق بأمانة في ألمانيا وأمريكا وإنجلترا والسعودية وقطر بيرسلونا على المداخلات الجميلة ديت، فعايزين يعرفوا تهنئة حضرتك للجمهور والايه؟ أول حاجة بقول لهم الحمد لله إن احنا كسبنا النهارده، لأنه احنا قاطعين مشوار كبير بقالنا تقريبا 6 شهور أو 7 شهور بنستعد للحظة دي. يعني أهم لحظة هي في السيزون ده كله هي الفوز بالدوري العام، وده الحمد لله ان قدرنا نعمله النهارده قبل مباراه الجزيره بكره، مباراه تحصيل حاصل بالنسبه لنا. فبقول لهم مبروك، والواحد كان بيتمنى لكل المغتربين اللي بيحبوا الاتحاد اللي عايشين بره او المصريين عامه اللي عايشين بره انه كانوا يبقوا موجودين معانا بيشاركونا الفرحه دي، وبقول لهم ان شاء الله تيجوا بالسلامه وتشرفوا مصر باذن الله وتبقوا معانا في البطوله الجايه باذن الله. كابتن اسماعيل. اتفضل. ايوه الو كابتن اسماعيل. اتفضل. كابتن اسماعيل، انا بشكر حضرتك على وعدك ليا ووفائك بوعدك بالثلاثيه، وجمهور الاتحاد بيشكرك على الوفاء بهذا الوعد. بجد اداء متميز، العو بجد، يعني انت بعبع الفرق. اسماعيل مبروك يا كابتن، والكلمه جمهور الاتحاد بجد بيشكرك، وانا نيابه عنهم ونيابه عن موقع الاتحاد الكون بشكرك، ومبروك الاداء المتميز ده. ورايك حضرتك بقى استعدادات البطوله العربيه، يعني انا بطلب من حضرتك توعدني بالبطوله العربيه تاني بقى. والله ان شاء الله، بص يعني ربنا يكرمنا كده باذن الله. احنا يعني اكيد بطوله عربيه مش هنقصر فيها، ونفس الاداء اللي بنظهر بيه طول السيزون ده 6 شهور اللي لعبناهم او 7 شهور هيبقى نفس الاداء في البطوله العربيه ان شاء الله. بنتمنى كمان ان ربنا يوفقنا في لو النادي هيستعين باثنين اجانب يبقوا على مستوى عالي عشان يساعدونا، لانه اسماعيل المداخله، هل الاثنين دول من داخل مصر؟ سمعنا اجانب انا بتكلم اجانب. ما هو اجانب يعني زي امين روسيك، سمعنا ان هو والله لسه ما كنتش اعتقد ما قررش، يعني دي بقى حضرتك تسال فيها الجهاز الفني، يعني هو مختص بالجزء ده اكتر مني، انا مختص بناحيه الاداء اللعيبه في الملعب وادائي شخصيا. فاعتقد انه زي ما بقول لحضرتك انه محتاجين يبقى معانا 2 اجانب ان شاء الله على مستوى عالي، لان البطوله كلها كل الفرق جايه مستعينه 3 اجانب بلس المجنسين في الفرقه. يعني الفريق الليبي جايب 3 مجنسين وهيجيب اجانب، المنتخب الفريق الرياضي اللبناني معاه مجنسين و3 اجانب. فاعتقد انه البطوله ان شاء الله مش تبقى سهله، بس ان شاء الله على ملعبنا وجمهورنا نقدر نستغل العامل ده ونقدر نكسبها باذن الله. كابتن اسماعيل، انا بتفق مع حضرتك على كلامك، لانك كنجم وككابتن فرقه وككابتن منتخب مصر، رايك ده يعني محترم. كابتن اسماعيل، انا ليا طلب عند حضرتك انك توعدنا باللقاء كده عن طريق الهاتف، تبقى مشاركه الجمهور، يبقى يتصل يكلمنا ويبقى في مداخلات هاتفيه معاك على الهواء، ان هو توعدنا بحاجه زي كده. ممكن كابتن اسماعيل، بحيث ان الناس بجد نفسها تعمل اشتراك، بس احنا قابلين المداخلات النهارده لنقل فرحتكم ليهم. انا اتشرف اكيد ان انا ابقى موجود مع قلت حدث جمهور الاتحاد السكندري. اكيد ايوه حضرتك تشوف الوقت اللي حضرتك عايزه نتفق عليه، وانا اكيد هبقى معاك على التليفون، بس اهم حاجه ما يكونش تمارين او حاجه. لا هيبقى موعد تحت، يعني موعد حضرتك تحدده وان شاء الله الرحمن يبقى نعلن عنه في الموقع، بحيث ان الناس اللي بره مصر بجد كابتن اسماعيل نفسها تشارك حضرتك عن طريق الهاتف فرحتها بالفريق وفرحتها بيك كابتن اسماعيل احمد. انا اتشرف بيهم وربنا يخليك، وبالتوفيق ان شاء الله كده ان شاء الله في البطوله العربيه باذن الله. ان شاء الله الرحمن كابتن اسماعيل، وهننسق مع حضرتك الموضوع ده ان شاء الله الرحمن في القريب. بكره ان شاء الله الرحمن نحاول نتقابل وننسق مع حضرتك الموضوع ده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا ليك كابتن اسماعيل. شكرا. اتفضل. معاك على الهواء. الو معلش يا كابتن عمرو، انا اسف الخط قطع تقريبا من عند باشمهندس نبيل. كلمه بقى على الاداء العام في البطوله، وكلمه عن استعداد الفريق للبطوله العربيه، وكلمه الجمهور بجد كميه اتصالات دوليه بتجيلنا بتشكركم على الاداء المتميز ده كابتن عمرو، فخورين بيكم وفرحانين بيكم بجد. يعني كلمه كلنا الفريق اللي مفرحنا والله. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اول شيء جميعنا كل اللاعبين والجهاز الفني والاداري قائمين على الفريق ده. هو احنا بنشكر الناس اللي خارج مصر اولا، ثم اللي داخل مصر. اللي خارج مصر انا يمكن بحس بشعورهم واحساسهم، بيبقى احساس جميل جدا. الفوز والانتصارات بتعمل يعني احساس غير طبيعي، يمكن بتنسيهم شويه الغربه. فانا بشكرهم لمتابعتنا وبشكرهم لدعواتهم لنا.
جمهور اسكندريه كله اللي واقف ورانا، كل ام وكل اب دعونا في البيت، كل واحد من شعب اسكندريه، كل واحد من جمهور الاتحاد السكندري انا بشكره باسم اللاعبين كلهم والجهاز الفني والاداري فعلا. لكن احنا طماعين جدا جدا جدا، انتوا لسه ما عملتوش حاجه، عندنا بطوله عربيه واحنا لسه ما عملناش حاجه، يلا بينا مع بعض، ورانا بطوله عربيه قويه جدا جدا جدا، محتاجين كل تضافر كل الجهود السكندريه ان شاء الله وشعب مصر كله ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن. كابتن عمرو بوعدك انك هتلاقي جمهور الاتحاد زي ما هو كان معاكم وهيفضل معاكم على طول، ونفع واللاعب هقول لك رقم واحد مش رقم 6. بالنسبه لنا اللاعب جمهور الاتحاد السكندري هو اللاعب رقم 1 مش رقم 6 ان شاء الله الرحمن. كابتن عمرو الاستعداد ايه للبطوله العربيه؟ والله في البطوله العربيه احنا ان شاء الله المفروض البرنامج ان في يومين ان شاء الله في منتجع سياحي خارج القاهره واسكندريه اللاعبين كلهم مع بعض للخروج من الجو اللي احنا فيه الضغط العصبي الشديد جدا. وبعد كده ان شاء الله من يوم السبت ان شاء الله هنبدا تدريبات ان شاء الله في اسكندريه ان شاء الله مع انضمام اللاعبين، هم لسه ما تحددوش فعلا، ولكن احنا في عمل دائب لتحديد اللاعبين دولت، وان شاء الله في خلال 48 ساعه يعني 48 ساعه ان شاء الله يكونوا متحددين ويكونوا موجودين ان شاء الله. هيكونوا من الاجانب اللي داخل مصر كابتن عمرو ولا احتمال يكونوا من خارج مصر؟ ممكن من داخل مصر ومن خارج مصر ان شاء الله. المراكز اللي تقدر تحددها مش دلوقتي والله لسه برضه على حسب، لسه في يعني احتمالات كتير قوي. شكرا لكل واحد، شكرا لكم جميعا، شكرا. الو ايوه كابتن، عايز ترجع للكابتن وسام ثاني؟ يا ريت كابتن وسام عايز يرجع لك. موجود جنبي عايز يرجع لك. يا ريت كابتن وسام. كابتن وسام دلوقتي النتاج ده ليس من فراغ، ومنظومة تكالبت وتحدث ايادي في يد واحد على قلب رجل واحد لتحقيق الهدف 5 بطولات واخرهم بطولة الدوري العام. والله انا مين الموقع الو السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. كابتن وسام. ايوه ماشي، ازي حضرتك؟ كابتن وسام انا بشكرك كابتن وسام دايما معانا ومتابعنا. كابتن وسام ايه بقى اللعيبه الاجانب للبطوله العربيه؟ نعم، استعدادات الفريق بالنسبه للبطوله العربيه بالنسبه احنا لسه النهارده بقى هنبتدي نفتح، يعني احنا فعلا لسه دلوقتي حالا اهوت لسه ما وصلناش الفندق، هنبتدي نقعد نرتب الامور بتاعه اللعيبه. احنا كان في اتصالات وكان في على كام لعيب بره مصر عن طريق الايجنت وكده، بس لسه لغايه دلوقتي ما فيش حد فعلا شور معانا. ان شاء الله خلال النهارده او بكره باذن الله الامور كلها باذن الله تتضح. كم مداخله كده بالنسبه للاحتياج، هل هتحتاجوا لبعض البوزيشنات المعينه يعني؟ والله لسه المفروض يعني هو احنا الاختيار هيتم طبعا على سنتر ان شاء الله او بوزيشن 4 او 5 تحت الباسكت، مع جارد يكون شوتر جارد يكون كويس. ده بالنسبه للعيبه المحترفين. اعتقد ان باذن الله طبعا الولاد بتوعنا قضوا سيزون هايل، كم ماتشات عالي جدا. اعتقد ان احنا ما اعتقدش ان احنا هنحتاج حد من اللعيبه، مع ان الناس كلهم بمنتهى الامان. ده شرف لنادي الاتحاد وشرف لينا جميعا ان هم كلهم نفسهم ان هم يشاركوا مع نادي الاتحاد في البطوله العربيه. لسه لغايه دلوقتي ما تمش الاختيار على اي حد. ان شاء الله النهارده وبكره باذن الله ربنا يسهل يا رب، ونقدر نحط ايدينا فعلا على لعيبه تكون فيها ثقه ان شاء الله في البطوله العربيه باذن الله. الو ايوه كابتن الله حضرتك. كابتن وسام انا بس قبل ما مش عارف اقول لحضرتك ايه المداخله اللي حضرتك عملتها فيها المره اللي فاتت. الجمهور بيشكرك ربنا يخليك يا رب. انا في حاجه بعد اذنك عايز اضيفها، يعني في حاجه دايما النجاح بيبقى فيه كتيبه شغاله ورا النجاح ده فعلا. يعني الناس بمنتهى الامانه ليهم دور كتير جدا جدا، بس يمكن ما فيش حد يعرفهم او مش ملموسين. الناس دي اللي هم اللي بيبقوا دايما وراء الكواليس، انا بشكرهم بدايه من السيد اللي يعتبر اخ صغير للعيبه بيقدم لهم كل الطلبات بتاعتهم، الدكتور عصام الطبيب المعالج للفريق، الكابتن صبري مدرب الاحمال اللي كان ليه دور جدا مع اللعيبه. الحمد لله رب العالمين ربنا وقانا الحمد لله من الاصابات، نتيجه الحمد لله ان احنا كان الاحلام الحمد لله من اصابات جدا بالنسبه للعيبه. الكابتن محمد بخيت الاخصائي المساج والتاهيل ريكفرنج بتاع الفرقه اعاده الاستشفاء. الناس دي كلها بمنتهى الامانه كان لهم دور كبير جدا، ما نقدرش ان احنا نغفل دورهم
واتمنى يا رب كده ان نفس الكتيبه دي تقدر انها ترسم البسمه على وجوه جميع جماهير النادي الاتحاد السكندري سواء جوه مصر او بره مصر في البطوله العربيه باذن الله يا رب. ان شاء الله الرحمن. كابتن وسام كله فريق العمل كله معاكم وبشكركم بجد ومستنيينكم عشان نفرح معاكم ان شاء الله الرحمن. ربنا يخليك يا رب. ميرسي جدا. شكرا. مع الف سلامه.